السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. في الفيديو ده أنا جايب لك معايا كنز ومفاجأة وهدية. لو انت صاحب مشروع او بتبيع اي حاجة اونلاين، فانت اكيد بتحتاج تعمل تصميمات تظهر شغلك ومنتجك للناس، او حتى عشان تمولها وتوصل لجمهور اوسع. واكيد كمان واجهتك مشاكل كتير قبل كده، زي انك بتدفع فلوس كتير في التصميمات مثلا، ده لو المصمم التزم معاك بالميعاد يعني، او لو بتعمل التصميم بنفسك مثلا، فبتلاقي نفسك بتضيع وقت كبير جدا وفي الاخر بتطلع نتائج مش مرضية قوي. طيب ايه رأيك بقى لو قلت لك ان في موقع ممكن يعمل لك اعلان احترافي بالكامل في اقل من دقيقة، وبالكامل يعني تعمل صورة الاعلان وتعمل المحتوى اللي هينزل مع الصورة وكمان رسالة الواتساب اللي هترد بيها على العملاء، وكل ده باللغة العربية عادي وبالعامية المصرية كمان، وفي اقل من دقيقة واحدة. ومش هتحتاج لمصمم ولا حتى هتبقى محتاج يكون عندك خبرة في التصميم، لان كل ده بيتعمل بالذكاء الاصطناعي. كل اللي عليك انك هتختار نوع تصميم زي ما هوريك دلوقتي، والموقع هيسألك شوية اسئلة، ومجرد ما تجاوب عليها التصميم هيكون جاهز، ولا محتاج بقى برومت ولا وجع دماغ. وحتى لو ما كنتش صاحب خدمة او منتج، لو ما عندكش مشروع، لو انت عايز تشتغل اونلاين بس لسه ما عندكش خبرة، مش عارف تبدأ منين، مش عارف تشتغل في ايه، فالموقع ده كمان ممكن تستخدمه عشان تبدأ تحقق دخل من التصميم، ودخل كبير يعني ممكن يوصل ل 5 7 10,000 مثلا، حتى لو كنت مبتدئ تماما وما تعرفش اي حاجة عن التصميم ومش محتاج كورسات ولا محتاج تتعلم حاجة. فركز معايا جدا 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 في الفيديو ده، عشان هوريك الموقع ده بيشتغل ازاي خطوة بخطوة، وهعرفك ازاي تستخدمه لصالحك او لصالح مشروعك، وازاي كمان تقدر تكسب منه فلوس حتى لو ما عندكش مشروع. وفي اخر الفيديو هقدم لك مفاجأة وهدية، فتأكد انك تشوف الفيديو كله عشان تستفيد بالهدية دي. بس قبل ما نبدأ، لايك حلو كده للفيديو عشان الكلام يحلو، وصلي على سيدك وسيب اللي في ايدك وركز معايا عشان انا جاي افيدك. والموقع اللي معانا هو موقع بوستاتي. اول ما هتسجل عليه هتظهر قدامك الواجهه بالشكل ده باللغه العربيه عادي جدا، واجهه بسيطه جدا وسهله جدا. تعالى نشوفها سريعا كده مع بعض. دي بكل بساطه الواجهه الرئيسيه بتاعته. لو عايز تبدا تصميم جديد بتدوس هنا شاهد النتائج دي لو انت عايز تشوف النتائج اللي الناس طلعتها، ولو نزلت تحت شويه كده هتشوف النتائج اللي طلعت من الموقع. يعني الصور اللي انت شايفها قدامك دي صور ناس عملتها على الموقع ده بالطريقه اللي احنا هنشرحها دلوقتي بكل بساطه وبكل سهوله. دخلوا رفعوا اللوجو بتاع المطعم او المتجر او الخدمه اللي هم بيقدموها او الشركه، ورفعوا صوره المنتج والموقع بيعمل الباقي. وهوريك دلوقتي كل حاجه بشكل عملي. ولو نزلنا لتحت شويه هتلاقيه بيقول لك نتائج جاهزه للنشر بجوده احترافيه، ودي امثله، دي صوره قبل وبعد. هو حتى هنا بيقول لك متوسط وقت التصميم 30 ثانيه، يعني انت مجرد ما بتبدا التصميم في خلال 30 ثانيه التصميم بيبقى جاهز. ولو نزلت تحت كمان شويه هتلاقيه بيقول لك الخطوات بتاعه عمل التصميم عليه. انت بس بترفع صوره المنتج، بوستاتي بيبدع لك، بيعمل لك التصميم، يعني بتحمل التصميم وبتنشره. ودي المجالات اللي هم بيشتغلوا فيها او المجالات اللي تقدر تستخدم فيها الموقع ده. لو عندك مطعم او كافيه، سوبر ماركت، متجر الكتروني، خدمه كهربائي مثلا، سباك، ازياء وموضه، الناس بتاعت الملابس وهكذا، ادوات التجميل والعنايه، الناس اللي بتشتغل في الكوزماتيك، اي حد من الناس دي الموقع ده هيفيدهم جدا وهيسهل عليهم شغل كتير جدا وهيوفر عليهم فلوس كتير جدا زي ما هنوضح دلوقتي. وبعد كده بيديك المميزات اللي في الموقع. بيقول لك ليه بوستاتي، ليه تختار بوستاتي؟ لانه تقنيه ذكيه متقدمه، عربي 100%، هويه العلامه التجاريه، يعني ممكن ترفع الهويه بتاعت العلامه التجاريه بتاعتك عليه، ترفع اللوجو، ترفع الالوان بتاعتك وهو يحفظها، وبعد كده يعمل لك التصميمات كلها بنفس الهويه ويحافظ على الهويه البصريه بتاعت البراند بتاعك. وبيديك كمان 6 احجام جاهزه وجوده عاليه طبعا HD، والاهم ان هو اسرع من اي مصمم، بيعمل لك التصميم في 30 ثانيه بس. وبتنزل تحت هنا بتلاقي خطط الدفع. عندك خطه ب 500 جنيه في الشهر بتديك 150 كريدت، وخطه ب 1000 جنيه بتديك 350 كريدت، وخطه ب 1930 لو انت بقى عندك شغل واسع دي بتديك 700 كريدت في الشهر. وبتقدر كمان تشترك من خلال انستا باي. فلو انت لسه بتبدا انت ممكن تبدا بالخطه الاساسيه دي، انما لو انت عندك شغل بالفعل فالخطه الاحترافيه دي هتفيدك جدا وهتديك مميزات اكتر، لان انت هنا بيديك 3 احجام تصدر بيهم البوست بتاعك، وبيديك نصوص تسويقيه اقوى، وبيديك حفظ للعلامه التجاريه، اللوجو والالوان زي ما قلنا. فلو انت عندك شغل الخطه دي هتكون مناسبه جدا ليك، لان هي هتديك مميزات اكتر من الخطه الاساسيه. ايه ده؟ يعني انا عشان اعمل شويه تصميمات للمشروع بتاعي هدفع 1000 جنيه؟ تعال نحسبها بالعقل. انت في العادي عشان تعمل تصميم احترافي بالمحتوى بتاعه ممكن يكلفك في حدود 500 جنيه مثلا ويمكن اكتر، انما بال1000 جنيه اللي هتدفعها في الاشتراك دي انت تقدر تعمل
35 صورة، والاهم انك هتعملهم بالمحتوى بتاعهم، بالبوست اللي هينزل مع الصورة، بالرسالة اللي هترد بيها على العملاء. يعني مش هتحتاج حد يكتب لك المحتوى، ولا هتحتاج بقى تقعد تعصر دماغك تكتب ايه في كل بوست. فانت احسبها كده، شوف ال 35 تصميم دول ممكن يكلفوك كام، واحسبها وشوف انت موفر قد ايه. هتلاقي نفسك موفر كتير جدا جدا، انا مش عايز اقول رقم بس هتلاقي نفسك موفر كتير. احسبها وشوف. وغير الفلوس اللي انت هتوفرها، انت كمان هتوفر وقت، لانك هتعمل التصميم الواحد في اقل من دقيقة. يعني انت ممكن تقعد في ساعة واحدة بس تعمل محتوى الشهر كله وتجدوله وتسيبه ينزل مع نفسه، وهيوفر عليك بقى الفرهدة مع المصممين والتعديلات اللي بتطلبها كل شوية وتأخيرهم عليك. انما لو انت بقى من المصممين اللي بتأخروا كل شوية، فانت ممكن تعمل شغل 10 عملاء في يوم واحد من غير ما تتأخر على حد فيهم. يعني انت لو مطلوب منك 10 تصميمات في اليوم، انت هتعملهم في 10 دقائق حرفيا. وحتى لو ما عندكش خبرة في التصميم، فانت ممكن تلعبها بذكاء، تشترك انت في الموقع ده وتعمل تصميمات للناس، والتصميم اللي هيكلفك انت حوالي 30 جنيه انت ممكن تبيعه مثلا من 150 ل 300 جنيه. وهيبقى عندك ميزة إضافية كمان، انك هتدي للعميل التصميم بالمحتوى بتاعه. يعني العميل هيبقى حابب يتعامل معاك انت ويفضلك انت عن غيرك، لانك عندك ميزة إضافية اللي هي كتابة المحتوى. انت بتدي له التصميم وبتدي له المحتوى بتاعه معاه، بدل ما يروح يشوف مصمم يعمل له التصميم ويشوف كوبي رايت يعمل له المحتوى. لا، انت بتدي له الاثنين، وبتدي له كمان شغل احترافي، مش شغل سيليهلي، لا شغل احترافي زي ما هوريك دلوقتي، وكمان بتديه له في اسرع وقت. فكل ده مع السعر التنافسي، فانت هيكون ليك الافضليه عن غيرك انك تشتغل مع العملاء. يعني ال 1000 جنيه اللي هتدفعها في الموقع ده، انت لو عملت بيها ال 35 تصميم وبعتهم، فانت بحسبه بسيطه ممكن تلاقي نفسك داخل لك في الشهر من 7 ل 10000 جنيه، وانت وشطارتك في التسعير بقى. واديك عندك اكتر من خطه اشتراك. شوف الخطه المناسبه ليك ولشغلك حاليا واشترك فيها، وتقدر تشتري كريدت اضافيه كمان لو الخطه بتاعتك خلصت ولا حاجه. والمفاجاه بقى اللي قلت لك عليها في اول الفيديو، انك لما تشترك ان شاء الله، لو ما استخدمتش الكريدتس كلها خلال الشهر، فالكريدتس المتبقيه بتترحل للشهر اللي بعده، ما بتروحش عليك. اشتركت مثلا وخدت ال 350 كريدت بتوعك، اشتغلت وعملت تصميماتك وتفضل 100 كريدت، ما بيروحوش عليك، الشهر اللي بعده هيترحلوا على الكريدت الجديده. يعني مفيش دلع اكتر من كده. واديني يا سيدي حرقت لك المفاجاه، بس استنى لسه فاضل الهديه، بس دي هتعرفها في وقتها ان شاء الله. فخليك مكمل معانا في الفيديو عشان تعرف الهديه اللي انا جايبها لك. خلينا دلوقتي نشوف الموقع ده بيشتغل ازاي، وتعالى نجرب نعمل تصميم مع بعض ونشوف النتيجه اللي هتطلع هيبقى شكلها عامل ازاي. احنا بكل بساطه خلاص عرفنا الموقع وعرفنا واجهته الرئيسيه عامله ازاي. كل اللي انا هعمله ان انا هدوس صمم مشترك الان، او لو من فوق خالص كده هدوس على تصميم جديد، وهبدا من هنا يديني اختيارات. انت عايز تصمم ايه؟ عايز تصمم كتالوج او قائمه، لو عايز تعمل منيو لمطعم مثلا، او كتالوج لشركه او لخدمه انت بتقدمها. مثلا انت حد عندك معرض اثاث مثلا وعايز تعمل كتالوج لاوضه نوم مثلا، فبتعمل كتالوج مثلا لاوضه النوم او للمنتج اللي انت بتبيعه، وهو بيقبل معاك لحد 9 صور. ممكن تعمل 9 صور في الكتالوج ده، او ممكن تعمل تصميم لمطعم، سوبر ماركت، متجر الكتروني، خدمه، ازياء، تجميل، زي ما قلنا. فخلينا مثلا نجرب نعمل تصميم لمطعم كده. هنا بقى الموقع هيديك شويه اسئله تجاوب عليها، ولا هيطلب بقى منك برومت، ولا هتبقى محتاج تروح لموقع تاني عشان تكتب له البرومت فتاخد البرومت لا ولا اي حاجه. هو بيديك شويه اسئله تجاوبوا عليها بيعمل لك التصميم. كل اللي انت هتعمله ان انت مثلا لو مطعم هترفع له لوجو المطعم. انا عامل اللوجو كده نجرب بيه، فتعالى نرفع اللوجو ده، وهنرفع كمان صورة المنتج ده سندوتش برجر اهو. وهبدأ اجاوب على الاسئلة. انت عايز نوع الحملة دي ايه؟ ده بوست عادي ولا بوست رمضاني ولا بوست عن العيد؟ انا هخليه بوست عادي لان رمضان عدى والعيد لسه بدري عليه، فانا هختار عادي. ولغة التصميم هخليها العربية زي ما هي. اسم المطعم ايه؟ هتكتب اسم المطعم ايا كان. انا مثلا مسمي المطعم بتاعي برجر اتش، فهكتب له هنا برجر اتش. بعد كده بيقول لك نوع البوست ده ايه؟ انا هختار مثلا عرض وجبه. اسم الوجبه سندوتش برجر. وصف سريع مثلا لو حابب، هو ده اختياري، بيقول لك اختياري. لو حابب مثلا تكتب وصف للسندوتش ده مثلا سندوتش مخصوص مثلا. لو حابب تكتب السعر مثلا ممكن مثلا نكتب السعر مثلا 50 جنيه بدل 90 جنيه. وشارة العرض ممكن تختار خصم في المية او جديد او الافضل مبيعا، خليها خصم في المية. والتوصيل لو انت عندك ديليفري مثلا ممكن تختار التوصيل مجاني ولا مدفوع، وتختار كمان وقت التوصيل قد ايه، فانا هسيبها زي ما هي. والمنطقة مثلا تختار القاهرة مثلا وليكن. وبعد كده مدة العرض خليه مثلا وليكن 3 ايام. وبتحط رقم الواتس بتاعك، خلينا نحط رقم الواتس بتاعنا مثلا. وبتختار الكول تو اكشن بتاعك يكون ايه، عايزه مثلا اطلب الان واستفيد من العرض، ولا اطلب قبل انتهاء العرض، ولا توصيل سريع. اختار الكول تو اكشن اللي انت عايزه، خليها مثلا اطلب قبل انتهاء العرض. خلصنا
خلصنا كده الاسئله اللي هو سالها لنا او المعلومات اللي معانا عن المنتج. فهبدا ادوس انشاء بوستر وهستنى التصميم نشوف هيخلص في قد ايه. وهو بيكتب لك هنا اهو 6 ثواني 7 ثواني 8 ثواني، بيكتب لك الوقت اللي التصميم هياخده لحد ما يخلص. انت هتلاقيه خلص ان شاء الله قبل ما الدقيقه تكمل. ولا بقى تقعد تبعت البريف للمصمم وتستنى لما يعمل لك التصميم فيبعته لك بعد يومين فيبقى فيه تعديل فتطلب منه تعديل فيبعت لك التعديل بعد يومين تاني. يبقى انت هتلاقي نفسك مثلا ضيعت بتاع يومين 3 علشان تنزل بوست على صفحتك. انت لو صاحب متجر او لو صاحب خدمه او لو صاحب مشروع، انت تقدر بنفسك في دقيقه، في اقل من دقيقه زي ما عملنا دلوقتي كده، هتدخل ترفع صوره المنتج بتاعك، صوره اللوجو، تفاصيل المنتج بتاعك او تفاصيل الخدمه بتاعتك، وفي اقل من دقيقه هتلاقي الصوره جهزت. احنا قعدنا 48 ثانيه هي لمحتها، وفي اقل من 48 ثانيه في اقل من دقيقه التصميم بقى جاهز معانا. والجميل هنا فين بقى؟ تعال نكبر الصوره كده. بص الجميل هنا فين؟ ان هو محافظ على الهويه بتاعه اللوجو. يعني اللوجو ده انا اللي عامله عشان اجرب عليه الموقع. مفيش برجر اسمه برجر اتش، تعال اوريهولك كده مثلا اهي، ده اللوجو اللي انا عامله. فهو هنا حافظ على الهويه بتاعه اللوجو. فانت التصميم مش هيطلع لك بشكل عشوائي، التصميم هيطلع بالهويه بتاعه البراند بتاعك، بالهويه والالوان اللي موجوده في اللوجو. هتلاقي هنا كاتب لك اهو سندوتش برجر. بص بقى الحركه الذكيه دي، هو عمل ايه؟ قال يعني انت بتبحث عن سندوتش برجر، لا هل تقصد برجر اتش؟ حركه تسويقيه يعني. وحط الصوره اللي احنا بعتناها له وكتب عليها ب 50 جنيه بدل 90 جنيه، وكتب توصيل مجاني لان احنا ما كتبناش ان التوصيل بفلوس، واللوكيشن القاهره، والعرض لمده 3 ايام، والكول تو اكشن اطلب قبل انتهاء العرض، ورقم التليفون. تصميم جميل جدا، في اقل من دقيقه تقدر تعمل التصميم بتاعك بالهويه بتاعتك ويطلع بشكل احترافي، بدل ما تقعد تضيع وقت مع المصمم او حتى تضيع وقت انت بنفسك انك تقعد تصمم التصميم ده بايدك. ده بالنسبه للتصميم. طب انا خلصت التصميم اهو، اجيب المحتوى بتاعه منين بقى؟ مش انت بتقول هو بيعمل التصميم بالمحتوى؟ بص يا باشا، انت اول ما تخرج هنا كده هتلاقي اهو تم اكمال التصميم بنجاح. عايز تعمل له تصدير اعمل له تصدير، او عايز المحتوى التسويقي. فانا مجرد ما هدوس على المحتوى التسويقي هيبدا هو يحلل التصميم ويحلل المعلومات اللي انا بعتها له، وبناء عليها يديني محتوى تصميمي انزله مع البوست ده او مع الصوره دي. هيديني بوست ينفع للفيسبوك، وبوست ينفع للانستجرام، وبوست ينفع للتيك توك، وهيديني كمان رساله تنفع للواتساب. كل ده هيبان قدامنا دلوقتي. اتفرج يا باشا على الجمال والدلال. كتب لك اهو بوست ينفع على الفيسبوك: هل انت مستعد لتجربه طعم لا ينسى؟ هذا العرض الاستثنائي مستمر لمده 3 ايام. بص بوست كامل كمان بالهاشتاجات بتاعته. ده بالنسبه لو هتنزله على الفيسبوك، انما لو هتنزله على الانستجرام فبيقول لك لا، يعني اكتب البوست ده افضل، المحتوى ده يبقى على الانستجرام افضل كمان بالهاشتاجات بتاعه. وهنا للتيك توك، لو هتنزله على التيك توك اهو تكتب العنوان دوت وتكتب الهاشتاجات دي، ودي كمان الرساله اللي هترد بيها على العملاء على الواتساب اهو: جعان، عرض ال3 ايام من اتش برجر بدأ، سندوتش البرجر المخصوص ب50، العرض الفتره محدوده، اطلب الان. وتقدر بكل بساطه، انت عايز ده، عايز البوست بتاع الفيسبوك كده، هتنزل هنا كده تعمل نسخ المحتوى، خلاص المحتوى بقى معاك، تقدر تاخده تنزله على الفيسبوك، تاخده تنزله على الانستجرام، على التيك توك. يعني عملت المحتوى بتاع المنصات كلها. مش هتاخد المحتوى مثلا يعني ايه، مش هتاخد البوست بتاع الفيسبوك تنزله هو على الانستجرام، هو على التيك توك، لا، هو بيديك لكل منصه المحتوى بتاعها. ده غير بقى، ده ناهيك عن جمال التصميم نفسه واحترافيه التصميم والتوزيع بتاع العناصر والحفاظ على الهويه البصريه والحفاظ على النسب الذهبيه بتاعه التصميم. يعني ولا اجدعها مصمم. وكل ده في اقل من دقيقه عملت التصميم بتاعك وعملت كمان المحتوى بتاعه. ولو خرجت هنا، لو دوسنا العوده للتصنيفات، كل تصنيف بقى من دول بيبدا يديك اسئله مناسبه للتصنيف ده. يعني احنا هنا في المطاعم كان بيسالنا عن السندوتش اسمه ايه، العرض الخاص مش عارف ايه. تعالى مثلا لو رحنا للملابس هيبدا يسالك بقى على المقاسات، على الالوان اهو، نوع البوست ايه، منتج، طب اسم القطعه ايه، طب وصف سريع، طب السعر، طب المقاس، طب الالوان، طب ملاحظه لو في. فهتلاقي ان كل تصنيف من دول ليه الاسئله الخاصه بيه علشان يقدر يديك افضل نتيجه وافضل جوده ممكنه تبقى ملائمه للتصميم بتاعك. ومش بس كده، تعالى اوريك حاجه كمان. التصميم ده احنا عملناه، نقدر بعد ما خلصناه بكل بساطه لو في حاجه محتاجه تتعدل نطلبها. فهدوس على تعديل هنا كده وهبدا اطلب التعديل اللي انا عايزه. انا عايز اعدل اي حاجه في التصميم ده هكتبها. يعني مثلا التوصيل مجاني دي، لا التوصيل مش مجاني، فهقول له مثلا عدل التوصيل بدل مجاني خليه مثلا في خلال 15 دقيقه مثلا.
وتعال نشوف التعديل اللي هيعمله هيبقى عامل ازاي. وزي ما قلنا دي كلها مقاسات تقدر تستخدمها، سواء انستجرام بوست او انستجرام ستوري او فيسبوك بوست او غلاف فيسبوك، تويتر، حالة واتساب، تقدر تختار المقاس اللي انت عايزه. بس يا باشا في خلال ثواني التصميم بتاعك كان خلصان والتعديل اتعمل توصيل في خلال 15 دقيقة. يعني تخيل لو انت طلبت التعديل ده من المصمم كان ممكن يقعد قد ايه مثلا. خلصت التصميم بتاعك عاجبك على كده، بتدوس تحميل النسخة المعدلة وبيفتح معاك النسخة بالشكل ده. ودي الصورة النهائية اللي خارجة من الموقع. خلينا اصغرها لك كده شوية عشان تشوفها. ادي يا سيدي النسخة النهائية، طبعا جودة عالية، لما تعمل زوم كده هتلاقي الجودة HD، تصميم احترافي جدا بكل بساطة، في اقل من دقيقة بالمحتوى بتاعه، حاجة عظمة العظمة. عرفت بقى ان الموقع ده حرفيا كنز ليك مهما كان مجالك ومهما كان انت عايز تعمل ايه. انت عندك مشروع او عندك منتج عايز تسوق لهم، او لو انت عايز تشتغل وتحقق ربح من التصميم وانت اصلا ما عندكش خبرة في التصميم تقدر تعمل ده. واديك شفت بنفسك الموقع بيشتغل ازاي، وشفت قد ايه يقدر يوفر عليك وقت ومجهود وفلوس، وعرفت ازاي تقدر تستفيد منه، سواء كنت صاحب مشروع وعايز تعمل اعلانات بشكل احترافي، او حتى لو عايز تبدا تحقق دخل من التصميم وانت ما عندكش اي خبره. الموقع ده فعلا ممكن يكون نقطه انطلاقه قويه جدا ليك، لانك زي ما بقول لك تقدر تحقق ربح وانت لسه ما عندكش خبره في التصميم. فانت تقدر من دلوقتي تشترك في اي خطه من دول وتبيع التصميمات دي للناس، فتحقق دخل بجانب تعلمك وتطويرك لمهارات التصميم والمونتاج. فانت بتبقى بتدخل فلوس وانت اصلا لسه بتتعلم. والهديه بقى اللي وعدتك بيها واللي بقدمها لك، انك لو سجلت من خلال اللينك اللي تحت الفيديو ده هتلاقيه في اول تعليق وهتلاقيه في صندوق الوصف، هتاخد تجربه مجانيه عشان تجرب الموقع بنفسك. بس اهم حاجه انك ما تكتفيش بالمشاهده، ادخل سجل وجرب بنفسك واشتغل. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. واظن كده الفيديو ده يستاهل لايك، وانت تستاهل انك تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. وبس كده يا سيدي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب، والى لقاء قريب. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله.